الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد مكنت المسيرة الخضراء التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة من استكمال الوحدة الترابية للبلاد، ووفاء لقسمها الخالد نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة بالصحراء المغربية. وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت التعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمراورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي الحمد لله العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبر دول أخرى كثيرة وفاعلة بأن مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما ساهمت قيم التضامن والتعاون والانفتاح التي تميز المغرب من تعزيز دوره ومكانته كفاعل رئيسي وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.